يعني لم يتملكني التوجس والخوف في حياتي مثلما يتملكني اليوم وأنا أقف أمامكم في هذا الحدث السينمائي الكبير الذي بلغ دورة السادسة عشر، لأتحدث عن قامة كبيرة. طبعا شاهدتم بعض من مسار هذا الرجل الكبير. قامة كبيرة هي السي محمد الدهان الذي وقف هنا وعلى هذه المنصة في السنة الماضية ليرأس لجنة التشكيل، وها نحن اليوم نكرمه بعد أن فارق الحياة. طبعا أود أن نلاحظ أنه ربما لا يدرك البعض مدى قوة المكانة التي شعر أو القيمة التي شعر بها الدهان ومؤسسة المهرجان تكرمه السنة الماضية. يعني التكريم الأولي كانت السنة الماضية وتمنحه صفة رئيس لجنة التشكيل، لأن هذه الصفة أعطته نوعا نفقا من أجل أن يحيا من جديد ولو بضعة أشهر على الأقل. قلت التخوف والتوجس يعود بالأساس إلى إحساسي بأن كلمتي هذه كيفما كانت عباراتها ومهما تضمنت من حقائق لن تفي بقدر هذا الرجل والإنسان والمناضل الذي ظل طوال أكثر من 4 عقود من 1990 وهو شاب تقريبا إلى 1912، أكثر من 4 عقود فاعلا متطوعا لخدمة الثقافة السينمائية بشكل خاص، سواء داخل حركة الأندية السينمائية مع نهاية الستينات وبداية السبعينات، أو فيما بعد من خلال الصحافة المكتوبة أو الإذاعة والتلفزيون، وفي التظاهرات والمهرجانات السينمائية، وأخيرا عبر الإنترنت من خلال مدونته الخاصة. مسار طويل وقوي انتهى في 17 من فبراير من سنة 2016. في هذا اليوم بدأ الأصدقاء يتناقلون خبر وفاة السي محمد في طنجة. لم يصدق أحد الخبر، فلم يكن يفصلنا عن نهاية المهرجان الوطني إلا أسبوع واحد، وما زالت صورة الدهان حاضرة في أذهاننا، بل لا زالت في ذلك الوقت تدخلاته في صبيحات فندق شالة ترن في إذهاننا، بل كنا وبعض الأصدقاء نسترجع أحكامه وآراءه النقدية وهو يتدخل مبديا إعجابه بفيلم تلغير القدس أصداء الملاح أو بنساء بدون هوية أو غيرها من الأفلام المغربية. لقد كان للسي محمد في المهرجانات السينمائية وفي المهرجان الوطني بشكل خاص ذلك الحضور القوي، بل إن بعض الجلسات لم تكن لتكتمل بدون وجوده. لم يتوقف بعد المهرجان الوطني السي محمد عند حدود تلك المداخلات، بل واصل تلك الجلسات والنقاشات بكتاباته عن الأفلام في مدونته. يوم 11 فبراير مباشرة مع نهاية الملتقى المهرجان الوطني كتب عن فيلم منفرد لكمال المحروسي. بعده بيوم واحد يوم 12 فبراير كتب مقالة بعنوان أديو لامي، ودع فيها صديق دربه في الجامعة الوطنية للأندية السينمائية المرحوم غازي فخر عبد الرزاق الذي دفن في نفس اليوم، واصفا إياه برجل العمل الرائع لأنه سخر طاقته لخدمة الآخرين في الأندية السينمائية. في نفس اليوم أيضا كتب مصطحا عن هوسه الاثنوغرافي
لفيلم نساء بدون هوية لمحمد العبودي. يوم 13 فبراير هناك نوع من التواصل والاسترسال، يكتب أغنية التدغى لا شونسون التدغى متحدثا عن القيمة العالية سواء على المستوى الجمالي أو الفني أو الإثنوغرافي لفيلم كمال هشكار. لماذا استعرضت كل هذه الأشياء؟ لأن الكتابة في هذه المرحلة بالذات أصبحت بالنسبة لسي محمد الدهان رهانه الأول والأخير من أجل الاستمرار في الحياة ومغالبة مطباتها. فقد كانت الأشهر الثلاثة الأخيرة من حياته مليئة بالحزن والألم والمرض الذي لم يخبر به أحدا. كان يعاني في الصمت، ووصلت به المعاناة حتى الإحساس